في الفيديو هذا غادي نشوفوا الجانب المظلم ديال مونديال قطر عام 2022. حيت عزيزي المشاهد الا كان كيسحب لك بلي هذا كاس العالم غادي يكون بحال اي كاس عالم داز، نبغي نقول لك بلي راك غلط. اول حاجه تقريبا هذا المونديال ديال هذا العام هو احسن مونديال تقدر تشوفه في حياتك، ومن بعد غادي نعرفوا علاش، وانا متاكد حتى انت غادي تتفق معايا. ثانيا هذا المونديال ما غاديش يكون عادي وطاري موراه بزاف ديال الخبايا اللي انا متاكد ما كنتيش عارف. واحد المعلومه واللي هي المونديال ديال هذا العام هو اول مونديال في التاريخ ديال كره القدم اللي كيتنظم من طرف دوله عربيه مسلمه، ومن بعد عاوتاني غادي تعرفني علاش زدت حتى مسلمه. وقطر دابا كتواجه ايام من اكفس ايامها، بزاف ديال دول العالم واقفه ضدها وكانت ضد الفكره ديال ان قطر اولا واحد الدوله عربيه هي اللي تكون المنظمه. علاش وكيفاش وشكون هادشي كله غادي نشوفوه دابا. الفيديو ديال اليوم كيف العاده عامر احداث وتشويق، بغيتك تعطيني التركيز ديالك كامل. ولكن كيعجبك واحد الانواع ديال المحتوى ما تنساش تخلي لايك واشتراك في القناه، وضروري تبارطاجي الفيديو مع صحابك باش يستافدوا حتى هما. بلا ما نطول لكم كثر يلا نبداو نيشان في الفيديو ديالنا. المونديال ديال هذا العام جاه واحد الهجوم شرس من طرف الدول الاجنبيه بسبب انه المونديال منظم في واحد الدوله اللي عربيه. خاصك تعرف عزيزي المشاهد باللي هذا الحدث هذا كيساينوه ملايين الناس من جميع انحاء العالم، وفاش غادي يبدا غادي يكون هو الترند في الدول كلها. باش تجي ودير هذا الحدث هذا في دوله اللي عربيه يعني كلشي غادي يشوف فينا وكلشي غادي يعرفنا ويجي لعندنا. وانا كنقصد بحنا كعرب ومسلمين، يعني فاش غادي يجيو عندنا غادي يعرفوا الثقافه ديالنا، باللي العرب ماشي كيف ما داكشي اللي كيتخيلوه، باللي شي واحد راكب الجمل وغادي كيصيد في الغابه ولا شي قوم متخلف، وباللي ايضا الاسلام ماشي داكشي اللي كانوا كيتخيلوه، وكلشي عارف النظره ديال الاجانب على الاسلام. وقطر ما قصراتش في هذا الشيء هذا وبغات تبين احسن صوره للعرب، وخصات واحد الميزانيه مفتوحه باش تقدر تصادف في هذا الحدث الكبير، واخا هي واحد الدوله اللي صغيره. ولا ما كنتيش عارف شنو هي الميزانيه المفتوحه، يعني تقدر تخسر شحال ما بغيتي ديال الفلوس وما كاينش حدود. وهذا الشيء اللي خلى قطر تكون جاهزه 100% المونديال 2022 لمده 12 عام. من 2010 فين تم اختيار قطر انها تكون هي البلد المنظم لدابا، وقطر خدامه ليل ونهار في تطوير الدوله ديالها، وماشي غير من ناحيه الملاعب ديال كره القدم وصافي، لا، من ناحيه ديال كلشي، البنيه التحتيه، الاوتيلات، المطاعم، المراكز التجاريه، والاماكن ديال الترفيه والجرادي، يعني اي حاجه طاحت لك على بالك. وماشي غير هادشي، المدينه ولات ذكيه بزاف وعامره تكنولوجيا اللي غادي تسهل الحياه على الزوار اللي غادي يجيو في ديك الفتره. اما بالنسبه للملاعب، قطر دارت 8 ديال الملاعب معايير عالميه وعاليه. ملعب خليفه الدولي اللي كيهز 40,000 واحد، ملعب 974 وهو واحد الملعب متحرك اللي كيقدر يتمونطا، يعني يتركب ويتحيد فوق ما بغاو، واللي كيهز حتى هو 40,000 متفرج. ملعب الجنوب اللي كيهز حتى هو 40,000. ملعب المدينه التعليميه وايضا كيهز 40,000. ملعب ثماره وايضا حتى هو كيهز 40,000 متفرج. ملعب احمد بن علي كيهز 25,000. ملعب البيت، وهذا الملعب هذا كيهز 60,000 متفرج. اما الملعب الاخير واللي هو ملعب لويس، هذا الملعب هو افضل واحسن ملعب دارته قطر، وافضل ملعب كاين في قطر كلها، وكيهز 80,000 شخص، ودارته خصيصا لدوك المباريات الاخرين اللي غادي يكونوا في كاس العالم. كيف ما كتلاحظ هاد الملاعب كاملين كيتميزوا بواحد التصميم خيالي، وغادي تحمر لينا وجهنا كواحد الدوله عربيه هي اللي منظمه لكاس العالم، وغادي تغير النظره ديال الاجانب على العرب، حيت فاش غادي يجيو لقطر غادي يشوفوا فيها شي حوايج اللي ما عندهمش حتى في بلادهم هما. دابا غادي تقول لي خايب لاك هادشي كله زوين وخيالي وغادي يدوز المونديال زاهي، ولكن شنو المشكله ديال الدول الاجنبيه مع مونديال قطر؟ كيف ما كتشوف باللي قطر ما قصراتش كاع من ناحيه التقنيه والتجهيزات، ودارت اكثر من داكشي اللي كان متوقع كاع، حيتاش ما اهتماتش فقط بالملاعب ولكن بالمدينه كلها. ولكن الدول الاجنبيه كان عندهم بزاف ديال المشاكل والتخوفات من قطر. اول حاجه بداو كيقولوها واللي هي الحراره، بداو كيقولوا كيفاش غادي تخليو دوله عربيه صغيره وفيها الصهد بزاف ودرجه الحراره اللي عاليه انها تنظم شي حدث مهم بحال هذا. جاوباتهم قطر وقالت لهم ما تخافوش عندنا الحل. الملاعب كاملين ديال المونديال مجهزين بكليماتيزورات لدرجه الكرسي اللي غادي تكون جالس فيه وكتفرج غادي يكون كليماتيزي وغادي يبرد عليك. وسحاب لك قطر وقفات هنا؟ لا، المدينه نفسها فيها شوارع اللي فيهم كليماتيزورات في الارض، وهادشي اللي غادي يخلي المدينه بارده طيله داك الشهر ديال كاس العالم. هنا الحكام ديال الدول الاجنبيه ما لقاو ما يقولوا، واصلا هاد المشكله ديال الحراره وكاع المشاكل الاخرين ما كانتش هي المشكله الحقيقيه. ما لبث ان تبين لنا ان الحمله تتواصل وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة.
المشكله الحقيقيه كانت انه قطر في المونديال ديال هذا العام وحيتاش هي دوله مسلمه منعات اي شعار ديال المثليه الجنسيه او اللي يتهز اللوغو ديالهم او اللي يبانوا بشي طريقه من الطرق. كيف ما خاصك تكون عارف دابا باللي كره القدم حيتاش كيتفرج فيها كلشي الصغير والكبير بنات وولاد، فهي احسن بلاصه يروجوا فيها المثليه الجنسيه ويبينوا اللوغو ديالهم. ولكن هنا قطر وقفات لهم في الطريق وقالت لهم انا درت لكم كلشي، جهزت لكم شي حوايج اللي ما كاينين في حتى شي دوله اخرى، ولكن حاجه وحده اللي ما نقدروش نتنازلوا عليها واللي هما الحوايج اللي كيمسوا بالدين والمعتقدات ديالنا بحال الشذوذ الجنسي مثلا. ونعتوا قطر بدوله متخلفه واخا هي دارت هادشي كامل. وشكون هما هاد الدول هادو؟ واللي هما الانجليز والمانيا وبلجيكا والدنمارك، فرنسا وهولندا وسويسرا. هاد الدول هادو دايرين حمله ضد قطر انها ما خاصهاش تنظم كاس العالم فقط حيتاش منعات هادشي هذا ومنعات انها تدعم المثليين ولا تخلي الناس يهزوا الشعار ديالهم ولا يخليو دري معنق دري مثلا. وتصور معايا عزيزي المشاهد الحقد ديالهم فين وصل انهم منعوا القنوات ديالهم انها تنقل الماتشات ديال كاس العالم حتى ما تبقاش قطر هي البلد المنظم. وطبعا هادشي ما غاديش يطرا حيت كلشي واجد دابا. حاجه اخرى اللي دارتها الدنمارك واللي بصح مسيئه لينا حنا كعرب ومسلمين واللي هي انها حيدات الشعار ديال المونديال وحيدات الشعار ديال كاس العالم من التوني ديالهم وبغاو يلعبوا بحال هكاك زعما بحال راه ما معترفينش بقطر. ولكن بطبيعه الحال الفيفا ما غاديش تخليهم يديروا هادشي وغادي تقول لهم باللي هادشي ضد القوانين الفيفا حيتاش داخل فيها دوافع سياسيه وان الكره ما خاصش تكون فيها حتى شي حاجه متعلقه بالسياسه ولا الكره السياسي. وتجرؤوا حتى انهم يرفعوا تيفوات في الملاعب اللي كيكون فيها واحد الرساله ديال مقاطعه المونديال ديال قطر. تصور عزيزي المشاهد هاد الحرب كامله غير حيتاش قطر التزمت بالقواعد الاسلاميه والاخلاقيه ديالهم وما خلاتهمش يروجوا للمثليه كيف ما هما باغيينها في اكبر حدث في العالم. قطر دارت جهدها كامل انها توفر اي حاجه كيطلبها الجمهور وتسهر على الراحه ديالو، ولكن حتى هي طلبات حاجه وحده فقط، طلبات انه كاع الناس اللي غادي يجيو ويحترموا التقاليد ديالنا والدين والعادات ديالنا. هي ماشي منعتهم يدخلوا كاع، لا، قطر قالت لهم المونديال ديال الجميع، ولكن ممنوع انك تبين لينا داكشي ديالك او لا انك تخرج لها بشي حاجه ماشي هي هذيك. زائد ما نساوش الملاعب الراقيه اللي بناتها فقط من اجل هذا الحدث. داكشي علاش بغيت نقول لك المونديال ديال هذا العام غادي يكون تاريخي وما كيتعاودش، حيت اول مره دوله عربيه مسلمه هي اللي غادي تنظم كاس العالم رغم انف الدول اللي باغيين يقاطعوا هذا المونديال. وخرجت بواحد الرسم كاريكاتوري معبر بزاف على هادشي اللي طاري ضدها واللي هو هذا. كيف ما كتشوف كاس العالم واقف وداير بدوك الاسهم اللي مهرسين، ودوك الاسهم كيعنيو زعما الافتراءات والانتقادات اللي جايين ضدها، ولكن واخا هكاك مازال واقفه ومازال غادي تنظم هذا المونديال. فاش كنشوف هادشي كامل اللي دارت قطر وكنتفكر المغرب فاش كان دفع الدوسي ديالو باش يكون هو البلد المنظم لكاس العالم، كنت سائل واش كنا غنديروا حتى حنا هادشي كامل، واش هادشي غادي يزيد بالدوله القدام ولا ما كناش غادي نقدروا. وايضا من الناحيه ديال الشذوذ الجنسي، واش كان المغرب غادي يخليهم ياخذوا راحتهم ولا حتى هو غادي يمنعهم بحكم ان حتى حنا دوله اسلاميه؟ صراحه هذا السؤال كبير وكيستحق النقاش، فكتب لي الراي ديالك في الكومنتيرات راه كنقراهم كاملين. وايضا الخوت الجزء الثاني ديال البيتزا جيت راه كاين وراني خدام عليه وجايب لكم شي حاجه الهربه، ما عليك غير تفعل الجرس وتخليك معايا. هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، ما تنساش تخلي لايك واشتراك في القناه، وايضا تمشي تشوف الفيديوهات اللي فاتوا انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك ونشوفوا فيديو جديد وبيس.